يبدأ المشهد الأول من قصة الفيلم بفتاة تدعى ميلاني، تطاردها كائنات معادية عبر نفق. بجهد كبير تزحف إلى السطح وتخرج من الحفرة منهكة تماما، لكن في تلك اللحظة يظهر شخص مقنع، فتبدأ بالبكاء متوسلة لإنقاذ حياتها. الشخص المقنع لا يتأثر ويرفع معولا مستعدا لتوجيه الضربة القاتلة. بعد مرور عام من ذلك يجتمع مجموعة من الأصدقاء لمساعدة كلوفر شقيقة ميلاني التي لا تزال تعاني من حزن شديد على اختفائها. تريد البحث عن أدلة في المنطقة التي شوهدت فيها ميلاني آخر مرة. ترافقها صديقتها ميغان وصديقها السابق ماكس، والزوجان نينا وأبل. لا يبدو الشباب واثقين كثيرا من أن هذه المهمة ستثمر شيئا، لكن كلوفر تغضب عندما يتحدثون بتشاؤم عن شقيقتها كأنها لن تجدها حية أبدا. آخر فيديو أرسلته ميلاني إليها كان أمام متجر يدعى هارتليز يقع في محطة للوقود. عند وصولهم تطلب ميغان من أصدقائها تشكيل دائرة ممسكين بأيدي بعضهم محاولين التقاط طاقة ميلاني. لا يمتلك الباقون روحها الصوفية، فيتبادلون النظرات، لكن كلوفر توافق على المحاولة، فيمتثل الجميع حتى لا يزعجوها. غير أن التأمل الجماعي ينقطع فجأة بصوت بوق شاحنة تطلب المرور، إذ كانت المجموعة في منتصف الطريق. ثم تلاحظ ميغان أن كلوفر قد ابتعدت ودخلت المتجر بالفعل. لم تسمح نينا لماكس بأن يتبعها، مذكرة إياه بأن علاقتهما انتهت بالضبط بسبب سلوكه المسيطر. شعر ماكس بالإهانة، فرد عليها بنكات قاسية حول كثرة علاقاتها، ويحذر إيبل من احتمالية الانفصال قريبا، لكنه رد مازحا وتجاهل النميمة. البائع في المتجر رجل عجوز يدعى هيل، عمل هناك لسنوات عديدة. لم يتعرف على ميلاني من الصورة، لكنه أخبر كلوفر أن العديد من الأشخاص يختفون حول وادي جلور الذي يبعد عدة أميال للأمام. في هذه الأثناء يتجادل الأصدقاء في الخارج، متسائلين عما إذا كانت هذه النزهة المريعة ستكون مفيدة لي كلوفر، إذ أن أختها غادرت المنزل بعد وفاة والدتهم بفترة وجيزة. يرى إيبل وماكس أن عليها أن تتجاوز هذه الخسارة المزدوجة قبل الانطلاق في رحلة محفوفة بالمخاطر. تختلف ميغان ونينا قائلتين إن كلوفر عازمة على المجيء إلى هنا، والأهم الآن هو دعمها. خرجت كلوفر من المتجر مسرعة وهي تلهث لتخبرهم بما قاله لها صاحب المتجر. يوافق الجميع على القيادة نحو وادي جلور الذي بحسب صاحب المحل يبعد كيلومترات قليلة إلى الأمام، وينطلقون سريعا لاستكمال التحقيق. سرعان ما تبدأ عاصفة شديدة، ومما زاد الطين بلة يبدو أن إيبل قد تاه، فيقوم بالعديد من المنعطفات العقيمة حتى وصلوا إلى منزل خلائب في منتصف مكان نائٍ. عند نزولهم من السيارة يرتعبون لرؤية المطر يهطل حول الدائرة فقط ولا يسقط داخلها. يصور إيبل الظاهرة بينما يشتكي ماكس من انعدام الشبكة، وترتجف ميغان عند رؤية ما يبدو قبرا في فناء المنزل. تشير لافتة عند مدخل البيت إلى أنه مركز معلومات، لكن لا أحد هناك عندما يدخل نينا وأبيل. الديكور غريب للغاية، وعلى أحد الجدران ساعة رملية كبيرة فوق جمجمة. في الخارج ترى كلوفر شخصا من بعيد، وتشعر وكأنها تسمع صوت أختها يناديها باسمها. تلاحق الشبح ويتبعها ماكس طالبا منها العودة بينما تقترب الشمس من الغروب. عندما يلحق بها ويلمس كتفها يجدان نفسيهما عادوا إلى المنزل في المكان الذي كانوا فيه من قبل عند وصولهم، كما لو أنهما لم يحركا ساكنا. في سجل الزوار تعثر نينا على توقيع ميلاني مكررا عدة مرات مع سوء في التهجئة في كل مرة. يكتشف أبيل أيضا جدارا مليئا بملصقات المفقودين، لكن بدون أي معلومات اتصال أو حتى أسماء الضحايا. ثم يجتمع الشباب في الغرفة، وتصرخ نينا عند رؤية الساعة الرملية تنقلب كما لو أن أحدهم بدأ في حساب الوقت. بعدها يقول أبيل إن سيارته اختفت، فيهرعون جميعا إلى شرفة باب المنزل، لكنهم يعودون إلى الداخل عند رؤية أضواء السيارة تحت المطر وهدير المحرك المخيف. لم يكن أمام المجموعة خيار آخر، فبدأت باستكشاف المنزل من الداخل، وهنا يكتشفون جزءا بدا وكأنه كان مسكنة. تحاول ميغان استخدام الراديو في القبو للاتصال بالمساعدة، فيما يعلق ماكس على غرابة وجود نوافذ في الطابق السفلي. ثم يذهب إيبل للتحقق من صوت جاء من الردهة، وتقلق نينا لتأخره. لم تتلقى أي رد منه عندما نادته،
فسارعت بعصبية عبر الردهة المظلمة حتى وصلت إلى الغرفة الأخرى، وتحسست الجدار باحثة عن المفتاح. عندما أضاءت النور صدمت برجل مقنع يحدق بها عن قرب قبل أن يهجم على أبل ويشقه إلى نصفين. صرخات نينا تنبه الآخرين، ويتمكن ماكس من رؤية القاتل قبل أن يرصد، محذرا الفتيات في الوقت المناسب. تختبئ ميغان وكلوفر في ظلال القبو، فينزل المقنع الدرج ويبدأ البحث عن الزوار. يحاول ماكس مهاجمته بكرسي، لكنه يفشل فشلا ذريعا، لينتهي به الأمر بطعنة في الرأس بأداة حادة. يكافح الناجيان للحفاظ على تماسك دموعهما، فيما لا تزال خطوات المسخ تهددهم في القبو. تنجح كلوفر في انتزاع سكين بينما يقترب من الخزانة حيث تختبئ ميغان. يسحبها إلى الخارج ويبدأ بضرب وجهها بالأرض متجاهلا صراخها. تحاول كلوفر إنقاذ صديقتها مهاجمة القاتل بالسكين، لكنه ينهض كما لو أنه بلا إحساس، فيسقط جسد ميغان هامدة على الأرض. مقابل هذا تهرب كلوفر من المنزل وتركض في الغابة، حيث ترى مجددا الشخص الذي يشبه أختها. بالكاد استطاعت أن تناديها عندما ضربها بالمعول من الخلف فجأة، فاخترق جسدها. لفظت أنفاسها الأخيرة بينما تنتهي حبات الرمل في الساعة الرملية. لكن بعد فترة وجيزة انقلبت الساعة مرة أخرى بواسطة جهاز ميكانيكي، وبدأ العد التنازلي من جديد. تستعيد نينا وعيها وهي خائفة جدا، وتجد نفسها توقع في سجل الزوار للمرة الثانية. حدث الأمر نفسه مع الآخرين، وعادوا جميعا إلى نفس النقطة كما لو كانوا قد تخيلوا بقية الليلة. لا أحد يفهم ما يحدث، والأدهى من ذلك يظهر إيبل أن صورتهم الآن على الجدارية أيضا. يرغب هو وماكس في الانطلاق فورا بما أن السيارة عادت أيضا، لكن ميغان تلقي تعليقا غامضة ملمحة بأن شيئا ما سيمنعهم. عندما أدرك الجميع أنهم فعلا عادوا بالزمن، تبدأ الأضواء في الوميض، وصوت الباب الأمامي يغلق بقوة. ولأن هذا لم يحدث من قبل، يتضح أنه لا يمكن حتى استخدام السفر عبر الزمن للتنبؤ بخطوات هذا المسخ. فجأة بدأت ميغان تشعر بالمرض، وبدأ جسدها يتلوى ويتشقق بطريقة مثيرة للقلق، حتى تمددت على الكرسي مع صراخ حاد في الوقت الذي انطفأت فيه الأضواء. عندما وجد أحدهم المصابيح كان الكرسي فارغا، وسمع الجميع همسا مرعبا في نهاية الممر. متتبعين الصوت يجدون ميغان وهي تطفو أمام الجدارية، وعيناها مظلمتان وهي تشير إلى الملصقات. يتحول صوتها إلى صوت الشخص في كل صورة، مرددة كلمة من فضلك وصرخة استغاثة. يقشعر الجميع أمام هذا الموقف حتى ينتهي بصرخة أخرى، فتتهاوى ميغان على الأرض وهي ميتة. بالكاد كان لديهم وقت للحزن على الخسارة، إذ سرعان ما تردد صدى طرقات قوية على الباب الأمامي، وعند التأمل من خلال النوافذ لا يرون من هناك. ثم يبدأ صوت بكاء يتوسل طلبا للمساعدة ومتوسلا السماح له بالدخول. تعرفت كلوفر على صوت ميلاني وحاولت فتح الباب. أوقفها أصدقاؤها، لكنهم شعروا أيضا بالتردد عندما سمعوا ميلاني تتعرض للهجوم على الجانب الآخر، وينتهي بهم الأمر بترك كلوفر، غير أنه عندما فتحت الباب لم تجد هناك أحد. والآن هناك منزل مهجور على الجانب الآخر من الفسحة. فجأة أمسكت قوة خفية بكلوفر وسحبتها إلى داخل الكوخ، دافعة الآخرين إلى المنزل الأول. نرى شخصا كتب رسالة على باب الكوخ بكلمة كلوفر الساحرة. أما الداخل فكان أكثر رعبا، مليئا بأقنعة على تماثيل معلقة. وكتمت كلوفر صرخة عندما رأت أنها ليست وحدها. كانت امرأة عجوز هزيلة تشاهد تقريرا عن حادث في منجم وادي جلور. توسلت إليها كلوفر أن تتركها تخرج، لكن المرأة العجوز بدأت تضحك وقالت إن هناك خيارين فقط: النجاة هذه الليلة أو أن يصبحوا جزءا منها. تمكن ماكس من مغادرة المنزل الأول ويقترب من الكوخ عندما تلقي المرأة كلوفر أرضا وتضغط جهاز التنفس الاصطناعي على وجهها وهي تتلو لعنة. ثم استحوذت المرأة العجوز على جسد الفتاة، مما سمح لجثتها بالتفكك. بينما يدخل ماكس الكوخ بهدوء، أقنع أبل صديقته نينا بالفرار فورا، لكنها تندم فور دخولها السيارة. لم يسمح لها أبل بالعودة لإنقاذ أصدقائها، وأغلق الأبواب قبل تشغيل المحرك، دافعا بدواسة الوقود إلى آخره. لم يجد أي من هذا نفعا، إذ ظهر مخلوق ضخم في منتصف الغابة حاجزا الطريق ومجبرا آبل على الرجوع للخلف، إلا أنه هاجمه المسخ المقنع قبل أن يتمكن من فتح الأبواب.
وهذا ما حكم على نينا بنفس المصير. يواصل ماكس البحث عن كلوفر داخل الكوخ، ويقرر التحقق من الطابق الثاني، حيث يرى مهرجاً صغيراً على كرسي هزاز يتحرك. أمسك المهرج من قبعته وركله بعيداً في غضب، ثم فزع عندما اصطدم به كلوفر، لا تزال ممسوسة وترتدي أحد الأقنعة البيضاء، وتهاجم ماكس بسكين قبل مغادرة الكوخ. عند خروجها دهسها المجنون المقنع بسيارة آبل. كانت كلوفر مرة أخرى آخر من مات من المجموعة. هذا جعل الساعة الرملية تدور مرة أخرى، ويعود الخمسة جميعا إلى نفس النقطة من الليل. محبوسين في الحمام يحللون كلمات الساحرة حول الحلقة الزمنية، ويستنتجون أن الطريقة الوحيدة للهروب هي البقاء على قيد الحياة حتى الفجر. إذا فشلوا، كما حدث مرتين بالفعل، يعودون جميعا إلى نقطة البداية مرة أخرى. ومع ذلك توضح ميغان أنه يجب أن يكون هناك حد للمحاولات لسببين. الأول هو أن ميلاني والأشخاص المفقودين الآخرين ليسوا موجودين، لذلك لابد أنهم ماتوا إلى الأبد. والثانية هي تساقط شعرها وظهور علامات التدهور على الآخرين مع ضعفهم مع كل وفاة. وبدون خطة واضحة فكروا في البقاء في الحمام حتى الفجر وتجاوز التحدي، لكنهم سرعان ما أدركوا أن الأمر ليس بهذه السهولة. بدأ إيبل يسعل بعنف، وشعر الجميع بالقلق حتى انفجر فجأة. في تلك اللحظة رش الأربعة الآخرين بالأحشاء. أدركوا أن أبل كان أول من شرب الماء من الصنبور، وقبل أن يتذكر أحد أن نينا هي الثانية انفجرت هي الأخرى. ركض الثلاثة الآخرون إلى الغرفة المجاورة مذعورين. ثم جاء دور ميغان التي كانت نهايتها أسوأ، لأنها انفجرت شيئا فشيئا. شربت كلوفر وماكس الماء أيضا، لذلك قالت إنها تفضل إنهاء هذا التكرار بسرعة. صدم ماكس من الفكرة لأن الصباح قد اقترب، لكن كلوفر تقول إنه من الأفضل أن يفوزوا جميعا بالتحدي معا. إذا استطاعا البقاء على قيد الحياة طوال الليل هذه المرة، فستنتهي اللعنة عليهما فقط، وهذا يعني موتا حتميا للثلاثة الذين انفجروا. في محاولة لتلبية طلبها ضغط ماكس على حلقها، لكنه لم يملك الشجاعة الكافية، وينتهي به الأمر منفجرا أيضا. سقطت كلوفر على الأرض، وفوجئت بوصول هيل البائع من المتجر. قال إنه من المستحيل الفوز باللعبة بالكسل، ولكن قبل أن يتمكن من تقديم المزيد من النصائح انفجرت الفتاة أيضا. دارت الساعة الرملية، واستيقظ الجميع في نفس الوقت مرة أخرى، وقد خفت دهشتهم وزاد إرهاقهم. بينما كانت كلوفر تفتش المنزل، وجدت شارة الدكتور ألان هيل، واكتشفت أنه في الواقع معالج نفسي، هو من عمل مع الناجين من مأساة وادي جلور التي ابتلعت فيها الأرض أكثر من 1000 شخص أثناء انهيار المنجم. يجد ماكس فيديوهات الجلسة، ويشاهدون الدكتور هيل يشرح ظاهرة غامضة. يقول إن الناجين تأثروا بشدة بالمأساة، حتى صاروا يعانون تحولا تدريجيا ليصبحوا أكثر فأكثر وحوشة. تصاب ميغان بالرعب عندما ترى أن الأمر يبدأ أحيانا بتساقط الشعر، ويرتجف الجميع عندما يقول هيل إن الحد الأقصى هو 11 ليلة. بعد ذلك يتحول كل مريض من مرضاه إلى مخلوق معروف باسم وينديجو. عندما ينتهي الفيديو يبدأ صوت هيل بالخروج من الراديو، ويخبر المجموعة أن النصر ممكن، لكن الثمن باهظ. يجب التضحية بواحد منهم على الأقل. يظهر إيبل فضولا بشأن هذا الخيار، وتشعر نينا بالاشمئزاز مرة أخرى من افتقاره إلى الشخصية. مقتنعة بأن هيل لديه الإجابات، تجد كلوفر المصحة على خريطة وادي جلور، وتتصل بالمعالج عبر الراديو وتحدد موعدا معه. يعتقد أصدقاؤها أنها فخ، ويزداد شكهم عندما يرد هيل بأنه ينتظر مع ميلاني. لكن أبل لم يسمح لهم بمنع صديقهم، آملا أن يكون ذلك تضحية. ثار الجميع على هذا الموقف، وضربته نينا بالمعول لمنعه من إعاقة البقية خلال هذه الجولة. ذهب الاثنان الآخران إلى الغابة بحثا عن كلوفر، ووقفت بجانبه تنتظر بصبر. سرعان ما وصل المجنون المقنع، فطلبت منه أن يبدأ بي إيبل. في هذه الأثناء علقت قدم كلوفر في فخ وسط الغابة، وسحبت إلى جحر تحت الأرض. يقترب ماكس وميغان عندما يسمعان صوتا مريبا، فيظهر وينديجو على قمة شجرة كاد أن يهاجمهما. هرب الاثنان، لكن ميغان تعثرت وسقطت على سقف زجاجي بدأ يتشقق، وعندما لم يتمكن ماكس من الإمساك بها ينهار السقف فتسقط ميغان في غرفة تحت الأرض. من الأعلى رأى ماكس شيئا يسحب جسدها من ساقيها، فقرر الخروج من هناك بسرعة. كانت كلوفر لا تزال تزحف في الظلام عندما وجدها أخيرا وساعدها على تحرير قدمها. عندها وقع لقاء مريع.
تظهر ميلاني متحولة إلى وينديجو، ويدافع ماكس عن نفسه بالفخ الذي أزاحه عن قدم كلوفر. يهرب الاثنان ويختبئان، لكن كلوفر تريد إعادة بدء الليل عند سماعها خبر وفاة ميغان مجددا. باستخدام شظية زجاج ينجح ماكس في تلبية طلبها هذه المرة، ثم يرتشف رشفة ماء ليفجر جسده. عندما يحل الليل من جديد تسوء حالتهم الصحية بشكل كبير وتختلط ذكرياتهم. من خلال التوقيعات في دفتر الزوار قضت المجموعة بالفعل 13 ليلة في وادي جلور، ويبدو أن أحدا لم ينجو أكثر من ذلك. ثم تدرك كلوفر أن ميغان ليست معهم ولا أحد يستطيع العثور عليها، فهي ببساطة لم تعد هذه المرة. يقول إيبل إن الحد الأقصى قد يختلف من شخص لآخر، ملمحا إلى أن ميغان ربما تكون قد رحلت إلى الأبد هذه المرة. عندما يقرر إيبل التحقق من هاتفه يكتشف وجود العديد من مقاطع الفيديو من الليالي السابقة. يشاهد الأربعة أنفسهم يمرون بأهوال مختلفة ويموتون بأغرب الطرق، حتى يظهر أحدهم الدكتور هيل. يصفر بهدوء وهو يتفقد الجثث على الأرض ويخرج من باب أبيض. ثم نرى أن من تسجل الفيديو هي ميغان، وتقول إنها ستتبع المعالج النفسي للحصول على إجابات. توقفوا عن المشاهدة عندما بدأ صوت إنذار في الخارج، وسار موكب من وينديجو ببطء نحو المنزل. فقدت كلوفر صبرها وأخذت معولا من الحائط قائلة إنها سئمت من الركض والاختباء. اعتذرت عن اصطحاب الجميع في هذه الرحلة وقالت إنها مستعدة لمواجهة الطبيب وإنقاذ ميغان. قرر الثلاثة الآخرون مرافقتها، وعبروا جميعا من الباب الأبيض ودخلوا رواقا طويلة يؤدي الطريق إلى وادي جلور القديم الذي لا يزال مدفونا تحت الأنقاض. لم يمض وقت طويل حتى ظهر وينديجو الأول، وحبس الجميع أنفاسهم حتى لا يراهم. ابتعد، لكن ظهر آخر أقرب بكثير، وسرعان ما وجدت المجموعة نفسها محاصرة. طارد وينديجو الشباب عبر أنقاض المدينة إلى الغرفة ذات السقف الزجاجي. تمكنوا من إغلاق الباب، لكن الآن أصبح المجنون المقنع فوقهم مباشرة. داس بقوة حتى كسر السقف وسقط على قدميه في منتصف الغرفة، مما أدى إلى فصل المجموعة. يخبر ماكس صديقته كلوفر بالهروب من الباب الآخر ومواصلة البحث عن ميغان بينما يستفز المقنع. تدخل كلوفر منطقة مظلمة حيث تهاجم مجددا بواسطة ميلاني في هيئة وينديجو، وعندما تدرك أنها لم تعد أختها تقرر القتال من أجل نفسها، فتدفع الوحش نحو قطعة زجاج مما أدى إلى القضاء على التهديد. في الوقت نفسه يهزم الثلاثي المسخ المقنع أخيرا عندما يعملون معا. يظهر وينديجو آخر في طريق كلوفر، لكنها تتغلب عليه بذكاء عبر البقاء صامتة وإطفاء مصباحها اليدوي. ثم تصل إلى المصحة القديمة حيث تجد ميغان محبوسة في إحدى الغرف المبطنة مع وينديجو. الوحش مقيد بالسلاسل، لكنه يواصل محاولة الإمساك بالفتاة العالقة هي الأخرى في الكرسي. لم تستطع كلوفر كسر الزجاج المصمم لاحتواء المرضى العنيفين، فتطلب من ميغان الصبر بينما تذهب للبحث عن المفتاح. هكذا تصل إلى مكتب هيل وترى ملفها المرضي مع شاشات تعرض لقطات من عدة كاميرات. يصل هيل مباشرة بعد إغلاق الباب خلفه. يقول إن حالة كلوفر مثيرة للاهتمام ويشير إلى محاولتها الانتحار مرتين خلال العام الماضي. حاولت السيطرة على غضبها وسألته لماذا يفعل هذا بها، وتظاهرت بالاستماع إلى الإجابة بينما دفعت كوبها ليسقط عليه قطرات الماء. يشرح هيل أنه أخصائي في الصدمات، وأن وادي جلور المكان المثالي لإجراء التجارب ودراسة كيفية تأثير خوف كل شخص على أهوالهم الخاصة. في هذه اللحظة يكاد وينديجو يحرر نفسه من الجدار فيما يطارد آخرون نينا وأبل وماكس في الأنفاق. ثم يرتشف هيل من كوبه، فتقول كلوفر هذه المرة إنه هو من سيضحى به. أدرك ما فعلته وحاول الانقضاض عليها، لكن لم يعد هناك وقت وانفجر جسده. تدور حبات الرمل في الساعة بينما تمسك كلوفر بمفتاح الزنزانة وسط بركة مما تبقى من الدكتور هيل وتركض لتحرير ميغان. يهرب الاثنان في اللحظة المناسبة تاركين الغرفة بينما يحرر وينديجو نفسه من قيوده ويغلق الباب في وجهه. يظهر آخرون في طريقهم إلى المخرج، لكنهما ينجحان في تفاديهم جميعا والوصول إلى السطح. تظهر يد كلوفر من الأرض وتبدأ في النهوض تماما كما فعلت ميلاني قبل عام. يصل إليها وينديجو ويشدون ساقيها، لكن ماكس يمسك بيدها، ونرى أن الآخرين قد خرجوا بالفعل من الأنفاق. بمساعدتهم تهرب كلوفر وميغان أيضا، وتنتهي حبات الرمل في الساعة مع ظهور أول أشعة الشمس. أخيرا يتحرر الأصدقاء الخمسة
ويركبون سيارة إيبل ويغادرون تلك البلدة الرهيبة. وفي مكتب هيل تظهر الكاميرات وصول سيارة أخرى، ونسمع صفيرة الدكتور الشريرة. إلى هنا تنتهي قصة الفيلم. أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك. إلى ملخص آخر إن شاء الله.